احد صناع المحتوى انا ما حبيتش حتى ان انا اجيب له فيديوهات وارد عليه، لان انا اختلف تماما وضمنيا مع ما يقدمه هذا الشخص وما يزرعه في عقول الشباب الصغيره. كل محتواه عباره عن ان هو بيغلط في الشهادات. شهادتك الجامعيه دي ملهاش اي لازمه، المكتة هاي افضل من شهادتي الهندسيه، شهاده الجامعيه برستيج فقط لا غير، ليس لها لازمه. اخر حاجه بقى بيقول لك اذا راح مهندس يتقدم لواحده ورفضته، انا لو رحت بفلوسي هتديني اختها معاها. الجمله الاخيره بقى دي اللي هو قالها فكرتني بحاجه. احد اقاربي واحد من اشطر واشهر الدكاتره في العالم، جه جوز بنته من 3 سنين، اتقدم لها واحد شبه كده بالظبط، سبحان الله، مليونير، مالتي مليونير، الله اعلم ممكن يكون ملياردير، اي حاجه هي هتطلبها هيجيبها لها. مع الراجل ده كان متقدم مهندس لسه بيبدا حياته، حالته الماديه خلينا نقول متوسطه، والمهندس ده كان يعني لا يقارن نهائيا ماديا بالراجل ده. الدكتور قريبي ده اداها طبعا للمهندس، وحتى احنا استغربنا، يعني انا شخصيا كنت بقول لها دي الغني خليها ترتاح، دي بنوته يعني تعيش حياتها مرفهه. والله العظيم قال لي باللفظ كده: انا اامن لبنتي مع من ارتضيه خلقا ودينا. انا طبيب اسنان، وبجانب طب الاسنان انا صانع محتوى، وما شاء الله رقميا ما شاء الله من اشهر صناع المحتوى العرب اخر سنه على الاقل، اللهم لك الحمد والشكر. انا مش بقول لك ده غرور ولا حاجه، كل اللي انا فيه ده الشهره وكل ده قسما بالله ما يجي عندي دقيقه واحده بس من دعوه مريض، راجل قد ابويا مريض، يقول لي ربنا يريح قلبك زي ما انت ريحت بدني. انا مستعد اضحي بكل الشهره دي واقفل كل حساباتي ما تلزمنيش، وانا فعلا مش بحب السوشيال ميديا اصلا. انا بخاف من المتابعين اللي عندي، لان دي مسؤوليه كبيره وهاسال عليهم، دي مسؤوليه كبيره جدا. كل ده ما يجيش عندي مقارنه براجل جاي لي بيعيط ولا ست جاي لي بتعيط من الوجع تمشي وهي بتدعي لي. ده العلم، دي الشهاده اللي انت بتقول ملهاش لازمه والمكتة احسن منها. رساله لاي شاب صغير: ما تصدقش السم اللي بيتزرع في عقولكم. الشهاده والعلم مهم، العلم هو اللي بينجح صاحبه، ومفيش انسان ناجح على وش الارض حتى الشخص ده نفسه اللي انا مختلف معاه مش متعلم. ربنا سبحانه وتعالى يقال ان اول حاجه خلقها القلم، واول حاجه نزلها في كتابه، اول حاجه ربنا قالها اقرأ. شكرا لكم.